السلام عليكم اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ولقاكم فيديو في احسن الاحوال. وحنا في العشر الاواخر من الشهر الفضيل، اللهم تقبل منا صيام وقيام وصالح الاعمال. اليوم بغيت نصاوب واحد شكيله هكذا للعيد، ضروري من فرحه العيد اخواتي، ودائما كنفرحوا بهاد الحليوه اللي كنوجدوا. غادي ندير واحد المعلكه بجنجلان وكاوكاو، كتجي رائعه ناجحه 100%. عندي هنايا ربعه ديال الجنجلان اللي خديته وحمرته وطحنته، وربعه كاوكاو اللي حمرته ماشي حتى يتحمر مزيان اخواتي، خليته بالقشره ديالو، يعني حيد الرطوبه ديالو فقط وطحنتها. يعني في المجموع 500 غرام. عندي كاس لارد ديال السكر حبيبات، جوج ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الكاكاو من الاحسن تكون نوعيه جيده، خماره وحده اولا معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، حتى هو كذلك من الاحسن يكون من نوعيه جيده، يعني ماشي ديال الحلوه باش كيعطينا ديك التعليكه زوينه، ومعلقه صغيره ديال الزبده اما الحيوانيه او النباتيه اللي توفرت لكم، ورشيش هاد الملحه طبعا. وغادي ندوزو للطريقه اللي هي بسيطه والنتيجه ما شاء الله كتجينا واحد المعلكه يا سلام. كما ممكن ديروا نص كيلو كامل كاوكاو، كما ممكن ديروا نص كيلو كامل جنجلان، ولكن هذا الخليط كيعطينا واحد المذاق رائع. غادي نبداو بسم الله. كما شفتوا اخواتي، يعني الفيديو راه كيشرح يعني المراحل. من بعد ما خلطنا البيض مزيان مع سكر حبيبات وديك رشيشه ديال الملحه، كنبداو نضيفوا باقي المكونات يعني وحده بوحده. تبعوا فقط اخواتي المراحل، راه كتجينا المعلكه ناجحه ومقاديرها مضبوطه. ديروها بعينكم مغمضين، اكيد غادي ان شاء الله تعتمدوها، لا في الاعياد ولا في المناسبات. حسن ما تشرى كنعرفوا بان المعلكه يعني لا ديال كاوكاو ولا ديال الجنجلان اولا الخليط بيناتهم، ولا حتى ديال الجنجلان والكوك اولا كاوكاو والكوك، يعني راه كيتراوح الثمن ديالها ما بين 70 حتى ل 85 درهم يعني في المخبزات. يعني الواحد يديرها في المنزل ديالو كطيح يعني بتكلفه قليله. وكذلك الحاجه ديال الدار راه لا يعلى عليها، راه ما تقارنش بالحاجه ديال برا ولو تكون ما يعني ما نعرفت منين. وهذا هو الخليط المعلكه ديالنا اخواتي، كما كتشوفوا رطبه
وفي نفس الوقت راه كتبقى يعني شي شويه كتلصق. هذا هو القوام اللي خاصها تكون عليه. كناخذوا شويه ديال السكر كلاص، من الاحسن يكون سبيسيال اخواتي، لان كيكون يعني محلوش بزاف، وداك الاضافه ديال النشا اللي كتكون فيه كتخلي انه يثبت على الحلوى. وشويه ديال الماء الزهر باش نفزقوا يدينا باش نهزوا يعني هذاك الخليط. طبعا الحجم كيتبقى على حسب الذوق ديالكم اخواتي. انا غادي نديرهم يعني متوسطين، وغادي نزينهم بهاد هاد لي سوريز. طبعا ما بغيتوش تزينوهم يعني غتكتفيو فقط بالتزيين، غنديرو بالموس يعني ما تحتاجوش. وكما ممكن تخليوها بالشكل العادي التقليدي ديالها، ما شاء الله راه كتجي روعه. من بعد ما كملت الكميه اخواتي بالتزيين، كندخلوها الفران يسبق وسخناه، كنقصوا عليها مزيان، كنحطوها من التحت يعني حتى كتنفخ مزيان وكتفقع مزيان، وكنعاود نطلعوها الفوق. المعلكه اخواتي ما كتحتاجش طياب بزاف، راه يعني راه الا غفلنا عليها راه كتجينا قاصحه. كنخرجوها يعني تبقى طريه وهي كتبرد وهي كتشد في راسها. وهذه هي النتيجه النهائيه اخواتي كما كتشوفوا. ما شاء الله كتفقع. دوك الخطيطات اللي كنديروا لها بالموس يعني كيزيدوها جماليه. روعه روعه اخواتي، نتمنى تجربوها. المعلكه ديالنا اخواتي كتجي رائعه كما كتشوفوا شكلا ومذاقا. وكما كتعرفوا عليا انا دائما كنفضل المذاق. ما شاء الله. هانتوما اخواتي معلكه وهشيشه. نتمنى اخواتي تجربوها. ما شاء الله يعني كتجي مبهجه على المائده. ونخليكم اخواتي في امان الله، وواشركم مبروكه مره اخرى.